السلام عليكم. وصفة اليوم إن شاء الله الكيك التركي أو كيكة الحليب الجريلد كيك بطريقة سهلة وبسيطة. نتحدى بها الجاهز من ناحية القوام والشكل والطعم. طريقة ومقادير سهلة وبسيطة إن شاء الله. أول شي هنا راح نفتح الفرن بس من جوا، نخلي الحرارة على 130، وضروري هنا المكونات كاملة تكون بدرجة حرارة المطبخ. راح نبدي بالكيك الإسفنجي بدون محسن. عندي هنا 6 بيض كامل بدرجة حرارة المطبخ. راح أضيف عليه نص ملعقة طعام من نكهة الكراميل ونص ملعقة طعام من خل التفاح الطبيعي، ونحركه ثواني. نضيف كوب قياسي من الشكر ونخفقه لمدة 10 دقائق إلى أن يرتفع ويصير متماسك بهذا الشكل. راح أستعمل هذا النوع من الطحين. راح آخذ كوب وثلث يكون منخول، رشة صغيرة من الملح، 1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. هنا الطحين راح نضيفه بالمنخل، نقسمه على 3 أقسام. راح نضيف القسم الأول ونبدأ نحركه بهذا الشكل على مود البيض يبقى محافظ على حجمه. عندي هنا هذا قياس الربع كوب، راح أقسمه قسمين. نضيف القسم الأول حليب سائل بدرجة حرارة المطبخ. باقي الربع كوب راح نمليه بالزيت. هنا الحليب والزيت راح ينطي طراوة وليونة أكثر للكيك بعدين. راح نضيف باقي كمية الطحين ونضيف مزيج الحليب والزيت ونحركها بهذا الشكل. منكمل ويانا مقدار الطحين، صار العجين ويانا جاهز. عندي هنا قالب الفرن، هذا قياسه 10 في 15. نضيف بيه ورق زبد وندهنه زيت خفيف. نضيف مقدار العجين وندخلها للفرن. الفرن الحرارة على 130 مفتوح بس من جوا. أخذت وياي 45 دقيقة. ما نفتح الفرن نهائيا. من ترتفع وتنشف نفتح الشواية، نتركها تبرد بالمطبخ بشكل كامل. عندي هنا مزيج الحليب اللي راح نشرب بيه الكيك. طعمه ونكهته هواية حلوة. ملعقة طعام من القمر أو القشطة، 1 ملعقة طعام من الكريم يكون مخفوق وجاهز، 2 ملعقة صغيرة من نكهة الكراميل. نضيف حليب سائل ونحركه بشكل زين. هذا المزيج نقدر نصفيه على مود يطلع ويانا ناعم. أنا هنا ما صفيته. نثقب الكيك ونضيف مزيج الحليب ونتركها بالبراد لمدة 4 ساعات. نضيف هنا كريم مخفوق وجاهز، وراح نبدأ نساوي الوجه. بعد تغليف الكريم ندخلها للثلاجة. عندي هنا صوص الكراميل أو مروار الكراميل. هذا النوع يكون جاهز متوفر بمحلات بيع مستلزمات الكيك، وسعره يكون قليل. راح آخذ كوب كامل، نضيف عليه 4 ملعقة طعام من المي ونذوبه على البخار. نتركه يبرد بشكل قليل ونشتغل بيه مباشرة، لأنه هذا النوع مباشرة يتماسك. نضيف طبقة ونبدأ نساوي الوجه. عندي هنا نوتيلا تكون سائلة أو نقدر نستعمل الشوكولاتة البيضاء. إذا تحبون نقدر نستعمل الكريم المخفوق أو القمر. راح نبدأ نسوي خطوط ونبدأ نسوي تزيين بسيط. وصار القالب ويانا جاهز. نبرده قبل التقديم ونقدمه بألف صحة وعافية. هذا الشكل النهائي إن شاء الله إله.
إذا عجبتكم الوصفة أتمنى تشجعون القناة بلايك واشتراك. من هاي الوصفة للوصفة الجاية إن شاء الله. أترككم في حفظ الله ومع ألف سلامة.